الحمد لله. إذا ترك المصلي التشهد الأول أو التشهد الأوسط ماذا يفعل؟ ننظر. إن كان انتصب قائما ونصب فقار ظهره فلا يعد ولا يعد لقراءة التشهد. أما إذا تذكر ترك التشهد قبل أن ينصب فقار ظهره قبل أن يقوم ففي هذه الحالة يجوز له أن يعود ويقرأ التشهد. جاء في سنن ابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، يعني يجلس ويقرأ التشهد. فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. طيب، إذا كان إماما وانتصب قائما وسبحوا المأمومون، يعني أرادوا أن يذكروه، فهل يعود؟ لا يعود. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يرويه ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة من الصلوات فقام من الركعتين، يعني ترك التشهد الأول، فسبح به، وفي بعض الروايات فسبحوا به، وفي رواية فسبحنا به. قال: فمضى حتى فرغ من صلاته ولم يبقى إلا التسليم. فماذا فعل؟ قال: فسجد سجدتين وهو جالس، وهي سجود السهو. في بعض الروايات فلما اعتدل مضى ولم يرجع، يعني عندما انتصب قائما خلاص لم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقراءة التشهد. في حالة واحدة يجوز للمصلي إذا انتصب قائما وقد ترك التشهد الأول، يجوز في حالة واحدة أن يعود، وهو إذا كان مأموم وترك التشهد والإمام جلس لقراءة التشهد الأول. في هذه الحالة له أن يترك القيام ويجلس ويقرأ التشهد الأول، لأنه يترك الركن لأجل واجب وهو متابعة الإمام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. إذا ترك المصلي التشهد الأول أو التشهد الأوسط ماذا يفعل؟ ننظر. إن كان انتصب قائما ونصب فقار ظهره فلا يعد ولا يعد لقراءة التشهد. أما إذا تذكر ترك التشهد قبل أن ينصب فقار ظهره قبل أن يقوم ففي هذه الحالة يجوز له أن يعود ويقرأ التشهد. جاء في سنن ابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، يعني يجلس ويقرأ التشهد. فإذا